القبر ليس فيه عذاب لأنه لا عذاب إلا بعد حساب، والحساب هيبقى في الآخرة. إنما القبر بس شرة الحياة منعت من النفس، وشاف نفسه مجندب في التراب فيعرض عليه عذابه في الآخرة. إن كان صالحا يعرض عليه العذاب، وإن كان مؤمنا يعرض عليه الثواب. ودي شوف يقوم طول ما هو شايف الحاجة الحلوة يبقى في سرور، وشايف الحاجة اللي تنتظره في الآخرة يبقى في عذاب. يبقى عذاب القبر عرض لمنازل الآخرة. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وتعالى في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب يعرضون على الزمن بالنسبة للإنسان إيه؟ مماته بعثه. هم في الحياة ما عرضوش على النار، الفرعون ما عرضوش في الحياة على النار. خلاص يبقى لم يبقى إلا زمانين اثنين: زمان الموت اللي هو البرزخ، وزمان الإيه؟ الآخرة. أما زمان البرزخ فقال النار يعرضون عليها. ولما زمان الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، هنا عرض وهنا إدخال.